السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة على قناة كوكب الفتنس والأكشن من الصالة المتواضعة اللي انتم شايفينها. ناس كثيرة جدا تفكر في عرض أو وسع العضلات أو عرض الكتاف. بص يا صديقي، هتلعب بالبار واسع، هتلعب بالبار طيب، هتلعب أي حركة، جهاز اكستنشن، جهاز باور، جهاز أي حاجة هتلعب عليه، هي كده كده العضلة شغالة. طب اتساع الصدر والحاجات دي كلها ما بتجيش بالعضل. يعني الناس اللي بتقول لك العظم بتاعي بيكبر وبعرض، لا، ده بيكبر وبعرض عن طريق الوراثة اللي انت اتولدت فيها. لو انت وراثتك كنزة او عريضة هتفضل كنزة او عريضة. طيب نيجي نتكلم في حاجة مهمة جدا. لو لعبت بالواسع هل العضلات هتوسع؟ لا، دي اسمها إطالة للعضلة، بس العضلة هتفضل زي ما هي. كبر الصدر أو كبر العضلة هو اللي بيعمل عرض للجسم. أما العظماية الداخلية هي وراثة، وحطها في دماغك، هي وراثة. محدش يضحك عليك ويقول لك اللي بيكبر العظم هو حركة واسعة حركة ضيقة. لا، ركز معايا، وهلعب تمرين قدامك وهلعب على الواسع. هي العضله هي بس بتكبر العضله وبتضخ دم وبيحصل فيه ضخامه في الصدر او ضخامه في الجسم، بس العظمايه الداخليه هي بس العضله هي ايه اللي بتكبر. دي وراثه يا جدعان، حط في دماغك كده، دي وراثه. عشان الصدر يوسع ويكبر، بس انا اللي انا عرفته هي دي وراثه. اما العضله لما بتكبر هو الجسم بيكبر معاك. ايه اللي بيحصل للعضله لما بتلعب التمرين على الواسع وبتلعب وزن تقيل، او بتلعب التمرين عادي؟ بتضخ العضله، بتضخ دم، بتحس ان انت العضله عندك كبرت وعرضت. بس الناس اللي هي متخيله اللي الجسم من جوه او العظميه بتعرض، لا، دي وراثه. وراثه. يا رب يكون استفدتوا من هذه الحلقه الجميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.